معظم الناس في فترة من عمرهم بيمروا بمرحلة بينمو فيها خيالهم، والخيال ده يا إما بيكون حلم للشخص نفسه يحققه، أو بيتخيل أحداث مرعبة وأوهام بتكون موجودة في دماغه هو بس. الناس اللي بيكونوا مرضى نفسيين أو تفكيرهم شاذ عن الطبيعي زي القتلة المتسلسلين والمغتصبين، خيالهم دايما بيكون هو مخططهم للجريمة اللي عايزين يرتكبوها، وبيقضوا ساعات وأيام وأحيانا سنين علشان يفكروا في السيناريو المثالي اللي هينفذوا بيه جريمتهم. التخيلات دي في البداية بتظهر على الشخص من خلال رسمة بيرسمها، أو كلمات غريبة بيكتبها، أو تصرفات مش مفهومة. والشخص المريض بخيالات إجرامية غالباً بيكون منعزل عن الناس وبيستمتع بخياله المريض وبس. تخيلوا كده بقى إن شخص من دول يلاقي حد يكون عنده نفس الخيالات الإجرامية ويشارك معاه أفكاره. ممكن ده يوصل لإيه؟ أكيد جريمة مش عادية، والنهاية هتكون مأساوية. في بلد صغيرة في جنوب أفريقيا، عامل المقابر بيلاقي قطعة قماش عليها بقع حمراء، وواضح من معالم المكان إن في جريمة حصلت. بعد بلاغ الشرطة والبحث والتحري في القضية دي، بيكتشفوا إن الجناه 2 من الشباب خيالهم المريض هو اللي وصلهم لارتكاب جريمة بشعة، وبيفكروا إزاي يطوروا أسلوبهم الإجرامي وهم بيرتبوا للجريمة اللي بعدها. إيه اللي حصل في القضية دي من البداية؟ ومين الشباب دول؟ ده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا بنحكي تفاصيل قضيتنا. بس قبل ما نبدأ، حابة أفكركم لو لسه مشتركتوش في القناة، ياريت تنوروني بالاشتراك وتصلوا على النبي في كومنت وتدعموني بلايك للفيديو، واستعدوا لتفاصيل القضية. اللي قدامكم في الصورة دي هي شاناي جاك فان هيردن. شاناي كانت الابنة الثالثة لعيلتها. لما والدتها شارمين عرفت إنها حامل فيها، كانت في الوقت ده بتخطط للانفصال من زوجها جاك. وبعد خبر حملها ده، اضطرت هي وجاك إنهم يدوا بعض فرصة تانية علشان الطفلة اللي جاية. بس رغم كده، شارمين حست إن الحمل ده أجبرها إنها تكمل في علاقة رفضاها، وكرهت شاناي من قبل ما تولدها. وبعد ما جت شاناي للدنيا، شارمين رفضت تتعامل معاها كأم، وسابت مسؤولية أكلها ونظافتها لوالدها. واستمر الوضع ده تقريباً 6 سنين، وفي النهاية انفصلت شارمين عن جاك، واحتفظت بحضانة أولادها بما فيهم شاناي. في خلال الفترة اللي بعد كده، شارمين وعدت عدد كبير من الرجال، وكلهم كانوا بيسيئوا ليها ولأولادها. ويقال إن واحد منهم في مرة ضرب شاناي بعصاية وما سابهاش غير بعد ما بقت بتنزف. في الوقت ده والد شاناي البيولوجي اتعرف على واحدة اسمها تانيا واتجوزها، وبقى بياخد شاناي كل فترة تزوره وتقعد معاه يومين. جاك وزوجته حاولوا يكونوا أسرة مثالية لشاناي في الوقت اللي بتكون فيه عندهم، وقدموا لها الحب والاحتواء. بس رغم كده، تصرفات شاناي كانت غريبة، وأهلها بيوصفوها بإنها بتقلق. كتير من الأطفال في السن ده بيتخيلوا إن في طفل تاني بيلعب معاهم، والأطباء بيشخصوا ده بإن الطفل بيصنع في خياله صديق وهمي ليه. شاناي كانت من الأطفال اللي بتتخيل كتير وجود الصديق ده معاها، وبتتكلم معاه بصوت عالي ومسموع طول الوقت. المرعب بالنسبة للعيلة هو اسم الصديق ده، واللي قالت شاناي إن اسمه أزيل. جد شاناي في الوقت ده كان رئيس قساوسة في كنيسة محلية، وقال إن مذكور في كتاب أخنوخ وفي بعض النصوص اليهودية القديمة إن اسم أزيل هو اسم شيطان الماعز أو الملاك الساقط. وغريب جدا بالنسبة لطفلة عندها 8 سنين إنها تعرف الاسم ده. وبما إن جد شاناي كان رئيس القساوسة، فأخدها معاه وقتها للكنيسة، وهناك عمل لها جلسات لطرد الشيطان اللي جواها. التجربة دي كانت قاسية جدا على شاناي، وقالت بعد كده إنها كانت تجربة مؤلمة، ومن وقتها ما حستش لا براحة ولا بأمان في الكنيسة، وبقت بتخاف جدا من الضلمة وما بقتش بتعرف تنام. والدتها لما حاولت تهديها علشان تعرف تنام، عرفتها إن العرايس بتاعتها بتصحى بالليل وبتحرسها.
الطبيعي إن الكلام ده عمره ما هيساعد طفلة، وأكيد هيرعبها أكتر. وفعلا ده اللي حصل لشاناي، وحصلت لها صدمة أكبر، وكانت كل ليلة قبل النوم تربط العرايس بتوعها وتقفل بقهم بشريط لاصق. وعانت شاناي من الخوف طول فترة طفولتها، لدرجة إنه وهي عندها 10 سنين في مرة كانت هتقتل زوجة باباها بالسكينة. والموقف ده خلى العيلة تلتفت أكتر لشاناي وتعرضها على دكاترة نفسية كتير، وفي النهاية تم تشخيصها إنها بتعاني من الاكتئاب، وأخدت علاج لتثبيت المزاج، لكنها مستمرتش عليه لفترة طويلة. وفي خلال الوقت ده شاناي بدأت في تشويه نفسها، والسلوك ده استمر معاها لحد بداية سن البلوغ تقريبا. واللي خلاها تبعد عن سلوكها ده هي إن والدها بقى بيشاركها معاه اهتماماته، وبياخدها معاه دايما في رحلات صيد الحيوانات، وكان للأسف بيديها مهمة سلخ الظبي بعد صيده. شاناي في روايتها عن حياتها قالت إن في الوقت اللي كانت بتسلخ فيه الحيوانات بتكون أسعد لحظات حياتها، وعلشان تفضل سعيدة ما كانتش بتقدر تستنى رحلات الصيد اللي بيروح فيها والدها، وبقت بتجيب الحيوانات الميتة وتسلخها، وبقت مهووسة باللي بتعمله. واستمرت شاناي على الوضع ده لحد ما بقى عندها 13 سنة، واتجهت وقتها للإدمان، وللأسف اتعرضت للاغتصاب، وكل ده زود من معاناة شاناي. ولما وصلت لسن 15 سنة شارمين والدتها سافرت نيوزيلندا مع زوجها الجديد، وشاناي انتقلت علشان تعيش مع والدها بشكل دائم. وفي الوقت ده والدها وزوجته تانيا عرضوا عليها الدعم بكل الطرق الممكنة على أمل إنها تخرج من المرحلة الصعبة اللي هي فيها. بس رغم كل الدعم ده شاناي في الوقت ده بدأت تكون مهتمة بالسحر والتنجيم والوثنية، وتعرفت في الأثناء دي على شاب عنده 22 سنة وشايف إنه من كبار عبدة الشيطان ويعتبر ابنه. جاك والد شاناي كان مرعوب من تصرفاتها، وكان بيتمنى يكون اللي بتعمله بنته تصرفات مراهقة مش أكتر. وبالفعل بدأ يطمن بعد ما شاناي خلصت الدراسة الثانوية والتحقت بكلية لدراسة الفن والتصميم. وفي خلال الوقت ده كان في تغيير ملحوظ في سلوكها، وبعدت عن علاقاتها القديمة وعن السهر والحفلات وكل الحاجات المريبة اللي كانت بتعملها. وده غير كمان إنها بقت متفوقة جدا في دراستها، وقدرت تحصل على وظيفة مصممة جرافيك. وطبعا اللي بيحصل ده كان مفرح والدها جدا ومخليه فخور بيها، وبدأ يحس بالراحة من ناحيتها. في الوقت ده شاناي اتعرفت على شخص اسمه وارن، وفي خلال فترة علاقتهم كانت لطيفة جدا معاه ومع عيلتها وعيلته، والكل كان بيتوقع إنهم هيكونوا زوجين مثاليين. وارن أثناء علاقته بشاناي عرفها على معظم أصدقائه، واللي منهم واحد اسمه روي. روي ده أول ما شاف شاناي راح لها وسألها عن آزيل، ولو تفتكروا ده صديق طفولتها الوهمي واللي جدها قال إن ده اسم شيطان الماعز. روي لما سأل شاناي عن آزيل اتوترت جدا، بس هو قال لها إنه بيقدر يقرأ طاقات الناس. شاناي عدت اللي حصل ده واستمرت في علاقتها مع وارن وصداقتها لروي، بس بعد كام شهر انفصلت هي ووارن من غير أي سبب واضح. لكن صداقتها لروي استمرت، بل بالعكس تقريبا زادت، وبقت شاناي بتحضر كل الحفلات اللي بيعملها روي. وفي مرة اتعرفت على صديق ليه اسمه مارتن زيفاندر ميروي، وبمرور الوقت ارتبطت شاناي بمارتنز، وهو بقى اللي هيكون شريكها في الجريمة المأساوية اللي حصلت. اتولد مارتن في جنوب أفريقيا، وطفولته ما كانش فيها مشاكل، ورغم إن والده ووالدته انفصلوا من وهو صغير، لكن علاقتهم ببعض وبيه هو وأخوه كانت مثالية جدا. مارتن كان بيعاني في طفولته من الهلاوس والخيالات، وأول مرة يحس بالهلاوس دي كان عنده حوالي 6 سنين، وقال إنه ظهر له مخلوق يشبه التنين، وقال إنه جاي يقدم له العالم كهدية، لكن في يوم من الأيام هيرجع وياخد منه كل حاجة. وقتها حس مارتن إنه مميز وعنده فرصة إنه يكون صاحب شأن عظيم. مارتن وقتها كان طفل ومش مستوعب الفرق بين الحقيقة والخيال، وفضل طول سنين حياته اللي جاية
يحاول يتخيل الموقف ده تاني، لكن ما كانش بيقدر، وكل خيالاته بقت مرعبة. ولما وصل لسن 14 سنة أهله لاحظوا إنه حالته بتسوء، وده الوقت المناسب لعرضه على دكتور. وبالفعل عرضوه على دكتور نفسي، وتم تشخيصه بإنه مصاب بالفصام. وعلاجه في الوقت ده كان غالي جدا، بس والده كان حريص بإنه يوفر له العلاج ويقدم له أي مساعدة محتاجها. مع مرور السنين والتزام مارتن بالعلاج حالته اتحسنت، وقدر إنه يسيطر على المرض. بس للأسف بدل ما ده يخلي حالته النفسية تتحسن، حالته النفسية ساءت أكتر، لأن وقتها انتشر خبر مرضه في المدرسة، وتعرض للتنمر والإساءة من زملائه، وده اضطره إنه يسيب المدرسة. وبعد اللي حصل ده مارتن بقى عصبي جدا، وبيعاني من نوبات غضب وعنف من وقت للتاني. أهله في الوقت ده فكروا يبعدوه عن البيت، وعلشان كده انتقلوا وعاشوا في بيت بعيد عن الناس نوعا ما. البيت ده كان حواليه قطعة أرض، وكان عندهم مجموعة من الكلاب للحماية والحراسة. طبيعي جدا لما بيكون في بيت زي ده بيكون وارد إن القطط تدخل للأراضي اللي حوالين البيت. ولما ده كان بيحصل في بيت مارتن، الكلاب اللي كانت موجودة هناك كانت بتهاجم القطط، وأحيانا كانوا الكلاب بيتسببوا في موت القطط دي. الغريب بقى إن مارتن لما كان بيشوف القطط الميتة ما كانش بيدفنهم ولا حتى بيرميهم، إنما كان بينبهر بشكل القطط الميتة، وكان بيرصهم جنب بعض علشان يراقب المراحل المختلفة للتحلل. اللي كان بيحصل ده ما كانش معطل مارتن عن حياته أبدا، ولا كان آخد أكبر من حجمه. مارتن في الوقت ده كان بيشتغل في ورشة النجارة الخاصة بوالده، وبعدها افتتح مشروعه الخاص في مجال الأساس، وكان بيديره بنفسه. ومن الوقت ده حس إنه بقى كويس ومش محتاج للعلاج تاني، وبالفعل بطل ياخد علاج الفصام اللي بياخده من سنين، وكان مسبب له أثر جانبي مضايقه جدا. العلاج اللي كان مارتن بياخده كان بيسبب سمنة وزيادة في الوزن. وبعد ما مارتن بقى صاحب مشروع ومعروف واستعاد توازنه النفسي، كان محتاج إنه يهتم بمظهره، وفعلا بطل العلاج ونزل من وزنه حوالي 60 كيلو جرام. وقرر بقى في ديسمبر 2010 إنه يعيش مراهقته اللي اتحرم منها، وانتقل من بيت عيلته وراح يعيش مع صديقه روي، واللي كان في نفس الوقت صديق شاناي. قلتلكوا قبل كده إن روي بيقدر يقرأ طاقات الناس، ولما قابل مارتن محسش بأي حاجة مزعجة من ناحيته، وقال إن مارتن شخص لطيف جدا وبيهتم بالناس اللي بيحبهم وبيحاول دايما يسعدهم. في خلال الأيام الأولى من انتقال مارتن لبيت روي عمل حفلة في بيته، وطبعا حضرتها شاناي بما إنها صديقته، وهناك اتعرفت على مارتن، ومن أول لحظة أعجبوا ببعض. وفي نهاية الحفلة كانت جمعت بينهم علاقة غير شرعية وارتبطوا، ومن الوقت ده بدأوا يتواصلوا كل يوم، وعلاقتهم اتطورت بشكل كبير وبقت علنية بالنسبة لأصدقائهم وعائلاتهم. في البداية والد شاناي كان شايف إن مارتن شاب مهذب ومحترم، بس اللي كان مضايقه من علاقته بشاناي هي إنها بقت بتقضي وقت طويل جدا في بيت روي. وغير كده بقى بيلاحظ حاجات غريبة، يعني في مرة شاف جرح طويل في صدر مارتن، ولما سأله عن سبب الجرح ده مارتن جاوب إجابة ما ريحتش جاك. وغير كده مارتن بقى بيبعد عن عيلته وأصدقائه بشكل ملحوظ، وكمان شاناي بقت زيه وبقوا طول الوقت لوحدهم. واللي كان الكل ملاحظه هي إن شاناي كانت بتقول دايما لمارتن إنه أميرها المظلم، والكلمة دي كانت بتقلق العيلتين. في الفترة دي عيلة شاناي وعيلة مارتن قربوا من بعض، ومع كلامهم عن شاناي ومارتن اكتشفوا إن الاتنين تقريبا بيشتركوا في صفات كتير ومعظم اهتماماتهم واحدة. في الوقت ده كانت حياة شاناي ومارتن اتحولت تماما، وبقوا الاتنين بيعملوا طقوس غريبة ومعظمها بيكون في المقابر. وفي مرة أخدوا روي معاهم في طقس من طقوسهم، وروحوا عند المقابر بالليل وقالوا إنها مكان مميز بالنسبة لهم، وهناك اتبادلوا مع بعض خواتم على شكل تعابين واعترفوا لبعض بحبهم الأبدي. شاناي في الفترة دي كانت مهتمة جدا بالقتلة المتسلسلين،
وكانت بتتابع الأفلام والمسلسلات اللي بتحكي عنهم. وفي فترة من الوقت هي ومارتن علاقتهم خرجت عن السيطرة، وبقوا الاتنين بيقدروا يتخيلوا إنهم في عالم موازي، وبيقدروا في عالمهم ده يعبروا عن رغباتهم وأوهامهم المرعبة من غير خوف من حد. ومع الوقت الاتنين بقى عندهم شغف إنهم يلاقوا شخص ينفذوا فيه كل اللي بيحلموا بيه في خيالاتهم. على الرغم من إن شاناي ومارتن كان عندهم نفس الحلم، إلا إن كل واحد فيهم كان بيتمنى ينفذ حلمه بطريقة مختلفة. مارتن كان مهتم بالقتل، وشاناي مهتمة بسلخ الجلد، والاتنين حاولوا يتفاهموا وكل واحد فيهم يتقبل اهتمام التاني. في بداية شهر مارس شاناي ومارتن انتقلوا من بيت روي، وعاشوا الاتنين في شقة صغيرة في سانتا هيلينا، وبقوا الاتنين منغلقين على بعض جدا، وتقريبا ما بقوش بيتعاملوا مع الناس، وبدأوا يشتروا حيوانات أليفة ويجربوا فيهم ويتدربوا على القتل والسلخ. شاناي قالت أثناء اعترافها إنها كانت بتتضايق من أصوات القطط وقت ما كان مارتن بيطعنهم، لكنها كانت بتسكت علشان ما تبوظلهوش تجربته. وللأسف بعد ما شاناي ومارتن اتدربوا على القطط اتجهوا للكلاب، ومن بعدها بقى عندهم الثقة الكافية لإنهاء حياة شخص، وجاء الوقت المناسب لاستدراج أول ضحية، وفكروا إنه يكون شخص متشرد. وبالفعل دوروا على شخص ينفذوا في جريمتهم، لكن ملقوش ضحية مناسبة. وقتها شاناي عملت حساب ليها في إحدى تطبيقات المواعدة، وخلال فترة صغيرة اتواصل معاها شخص اسمه مايكل فان إك، عمره 23 سنة، وده كان الضحية اللي شاناي ومارتن هيستدرجوها. مايكل هو الابن الوحيد لعيلته، وعنده 3 إخوات بنات. اتولد في 14 أغسطس سنة 1987، وكان بيشتغل كهربائي في إحدى مناجم المدينة، وكان شخص رياضي وبيلعب كاراتيه من وقت طويل ومعاه الحزام الأسود. مايكل كان محبوب جدا من كل الناس، وسمعته طيبة لأبعد الحدود، وكان مرتبط قبل 6 شهور من الجريمة، لكنه انفصل عن صديقته، وده سبب له اكتئاب بسيط. وفي الفترة اللي تعرف فيها على شاناي كان هو كمان مسجل في تطبيق المواعدة علشان يقابل بنت كويسة ويرتبط بيها، وللأسف ما عجبتهوش من كل بنات التطبيق غير شاناي، واللي بدأت تستدرج مايكل وتوهمه ببراءتها وطيبتها. مايكل في الوقت ده ما كانش مصدق إنه ممكن يقابل بنت بالمواصفات دي على أبليكيشن مواعدة، وراح حكى لوالدته إنه معجب بشاناي وبيفكر يقابلها ويتعرف عليها أكتر. والدته بعد ما شافت صورة شاناي حست إنها فعلا بنت بريئة وشكلها محترم، وما منعتش أبدا إن ابنها يقابلها ويتعرف عليها. وبالفعل بدأ مايكل يتواصل مع شاناي ويرتبوا لأول مقابلة بينهم. الغريب إن شاناي قررت إنهم يتقابلوا في المقابر، وكان رأيها إنه مكان هادي وهيسمح لهم إنهم يقعدوا مع بعض لوحدهم. مايكل في البداية استغرب، لكن شاناي لحقته بسرعة وحاولت تتغزل فيه وخلته يوافق يقابلها في المقابر الساعة 9 مساء. أثناء اعترافات شاناي بعد الجريمة قالت إن الشيء الوحيد اللي استغربته في اللي حصل هي إنها كانت بتتغزل في مايكل ومارتن قاعد جنبها. فعلا هو كان شيء غريب جدا. المهم إن مايكل وافق على الميعاد والمكان، وراح عرف والدته إنه هيقابل شاناي، بس ما قالهاش إنه هيقابلها في المقابر. بالنسبة بقى لشاناي ومارتن اختاروا المقابر لتنفيذ جريمتهم علشان ده المكان اللي تعهدوا فيه لبعض بالحب الأبدي، وكانوا فاكرين إن أي شخص هيقتلوه هناك روحه هتروح لعالمهم الخيالي. وبدأت تستعد هي ومارتن لليوم اللي فاكرين إنه هيغذي عالمهم، وبدأوا يجهزوا قائمة بالحاجات اللي هيحتاجوها لليوم ده. وفي يوم الجريمة لبست شاناي فستان أبيض، وراحت هي ومارتن للمقابر بدري، وحددوا المكان المناسب لتنفيذ جريمتهم، وفرشوا هناك مفرش أبيض على الأرض، وحطوا بعض الفاكهة عليه وإزازة نبيت وكاسين. وخرجت شاناي واستنت مايكل عند بوابة المقابر، وبالفعل وصل مايكل عند البوابة حوالي الساعة 9:05، وكان راكب عربيته البيجو. وأول ما شاناي شافته ركبت معاه ووصلته للمكان اللي حددته هي ومارتن.
في الوقت ده مارتن كان مستخبي ورا شواهد القبور، وكان مستني الوقت اللي شاناي هتحدده علشان يهجم على مايكل. وبالفعل شاناي ما قدرتش تقعد كتير مع مايكل، وشاورت لمارتن علشان يتدخل، وخرج مارتن وضرب مايكل أول طعنة في ظهره بسكين صيد. قلتلكوا قبل كده إن مايكل كان رياضي ومعاه الحزام الأسود في الكاراتيه، والطعنة اللي أخدها ما منعتهوش إنه يقاتل ويدافع عن نفسه، وفضل مايكل يقاتل لحد ما أخد 29 طعنة. ووقتها اتدخلت شاناي وضربت مايكل 3 طعنات كمان، وقعوه على الأرض واستنفذوا طاقته. وبعدها مارتن قطع راسه، وهو وشاناي قطعوا إيده ورجله وحطوهم في أكياس سودا علشان ياخدوهم معاهم البيت. وانتقلوا بعدها للجزء التاني من الخطة، وهي دفن باقي الجثمان. وقتها اكتشف مارتن وشاناي إنهم ما معهمش أي شيء للحفر غير شوية معالق، وكمان هم كانوا تعبانين جدا بسبب مقاومة مايكل ليهم. في النهاية قرروا الحفر بالمعالق، وما قدروش يحفروا غير جزء صغير جدا، وده اضطرهم إنهم يقطعوا الجثمان لقطع أصغر علشان يعرفوا يدفنوها. وبعد ما خلصوا نظفوا مكانهم على قد ما قدروا، وبعدها أخدوا عربية مايكل وراحوا بيها لبيتهم، ووصلوا الأكياس اللي فيها الإيدين والرجلين. وبعدها أخدوا العربية ووصلوها لأقرب موقف سيارات، وسابوها والمفاتيح جواها على أمل إن حرامي يشوفها ويسرقها. وبعدها رجع مارتن وشاناي لبيتهم وناموا ولا كأن حصل أي حاجة. وتاني يوم اللي هو 3 إبريل سنة 2011 وصل للشرطة بلاغ بإن في عربية بيجو 207 سي سي مهجورة وموجودة بالقرب من موقف سيارات الأجرة في منطقة الأعمال المركزية. من لوحات العربية الشرطة عرفوا إنها ملك مايكل، وراحوا لبيته علشان يسألوا عنه. والدة مايكل وقتها اتفاجئت بكلام الشرطي اللي راح لها، وكانت فاكرة إن مايكل أكيد رجع البيت بالليل وصحى راح شغله. وبسرعة اتصلت بيه في الشغل وكلمت رئيسه المباشر، واللي فاجئها وقال لها إن مايكل ما وصلش الشغل، وكان معرفه إنه رايح يقابل بنت في المقابر. ورغم إنه نبه عليه إن الموضوع مريب، لكن مايكل كان متحمس يشوف البنت وقرر يقابلها. والدة مايكل ووالده وقتها راحوا مع الشرطي لمكان العربية وتأكدوا إنها عربية ابنهم، وتم البلاغ بإن مايكل فان إيك مفقود. في الوقت ده واحد من عمال المقابر لاحظ على الأرض قماشة فيها بقع حمراء، ولقى جنبها برك صغيرة فيها سائل أحمر. بسرعة العامل بلغ الشرطة، ووقت ما وصلت الشرطة للمكان اللي بلغ عنه عامل المقابر، قررت والدة مايكل إنها تروح تدور على ابنها في المقابر، بما إن ده آخر مكان المفترض إنه كان فيه. وفعلا وصلت والدة مايكل ووالده للمقابر، وهناك شافوا رجال الشرطة وشافوا القماشة اللي فيها البقع الحمراء على الأرض. ووقتها والدة مايكل قالت إن القماشة دي جزء من قميص ابنها. في خلال ساعة كانت الكلاب البوليسية وصلت للبحث في المقابر عن ارتباط أي شيء بالبقع الحمراء اللي في القماشة، وقدرت الكلاب توصل للحفرة اللي فيها جثمان مايكل. رجال الشرطة سمحوا بس لوالد مايكل بمحاولة التعرف على أجزاء الجثمان، وبالفعل قدر يتعرف على ابنه من خلال بنطلونه وكمان وحمة مميزة في جسمه. المحققين أمروا بنقل أجزاء الجثمان اللي لقوها للطب الشرعي، وبدأوا المحققين بفحص سجلات مكالمات مايكل في يوم الحادثة، وحاولوا يتصلوا بالرقم الأخير اللي تواصل معاه مايكل. الرقم ده فضل مقفول حوالي يومين، وفي يوم 5 إبريل الموبايل ده اتفتح، والمحققة في الوقت ده اتصلت بالرقم واللي كان رقم شاناي. المحققة عرفتها إن في واحدة عملت حادثة وهي اللي ادتهم رقمها، وطلبت منها تيجي علشان تتعرف عليها وتأذن لهم إنهم يعملوا لها عملية جراحية ضرورية. بالفعل وصلت شاناي مع مارتن للمستشفى اللي المحققة قالت لها عليها، وهناك شاناي ومارتن عرفوا إن ده كان فخ، وإن المحققة استدعتهم علشان تسألهم عن شاب مقتول. شاناي وقتها اتعاملت بمنتهى البساطة وقالت إنها هتجاوب على أسئلة المحققين كلها. وفي اللحظة دي تم القبض على شاناي ومارتن، ورجال الشرطة فصلوهم عن بعض، وبدأوا رجال البحث الجنائي بتفتيش بيتهم.
وهناك لقوا الحيطان كلها متغلفة برسومات رسمتها شاناي لنفسها والمارتن، وكأنهم كائنات فضائية وصور من غير عيون ومرعبة. شاناي ومارتن كانوا موجودين وقت تفتيش البيت، وبكل بساطة شاناي أخدت المحققين للتلاجة واللي كان موجود فيها جمجمة مايكل، بس الصدمة للمحققين إنها كانت فاضية تماماً، وده لأنها كانت ناوية تستخدمها في أعمال السحر والشعوذة. شاناي كانت محتفظة بكل الأعضاء اللي كانت في الجمجمة منفصلة في التلاجة. بتفتيش بيت شاناي ومارتن من رجال البحث لقوا محفظة مايكل، واتضح إن شاناي ومارتن أخدوا أول مرتب ليه واشتروا بيه الأدوات اللي هيستخدموها في جريمتهم التانية. رجال البحث لقوا كمان مذكرات لشاناي ومكتوب فيها كل معلومات مايكل، اسمه وعمره ومكان سكنه. مارتن كمان ورى المحققين الأكياس اللي فيها أطراف جثمان مايكل، وكيس كمان فيه بقايا القطط اللي اتدربوا عليها. في وقت التفتيش من رجال الشرطة والمحققين وصل والد شاناي لبيتها بعد ما عرف من الجيران إن الشرطة في بيت بنته. جاك كان في حالة ذعر وطلب من المحققين يسيبوا بنته لأنها أكيد مظلومة. المحققة في الوقت ده هدته وفهمته الجريمة اللي ارتكبتها شاناي، ولما جاك سأل شاناي إذا كانت ارتكبت الجريمة دي ولا لأ، اتصدم إنها بتقوله إن الجريمة دي حلمها من وهي عندها 3 سنين وبتتمنى تكرر التجربة تاني. والد شاناي جاتله حالة ذهول ووقتها خرج من البيت، والمحققين أخدوا شاناي ومارتن للحبس. وتاني يوم المحققين اكتشفوا إن شاناي معورة نفسها جوه الزنزانة وما عندهاش أي إحساس بالألم، ووقت التحقيق معاها حكت تفاصيل الجريمة بالكامل من غير ما يكون عندها أي إحساس بالندم وبطريقة خالية من المشاعر. وده كان عكس مارتن تماماً اللي بدأ يحس بالندم وتحول لطفل بعد زيارة والده ووالدته. بعد فترة قليلة اتحولت قضية مارتن وشاناي للمحكمة وتوجه لهم تهمة قتل وسرقة وتشويه جثمان. في المحاكمة دي الادعاء سلط الضوء على إن المجرمين دول في احتمال إنهم يكونوا قتلة متسلسلين لو تم الإفراج عنهم، وده كان من الأسباب اللي خلت القاضي يخلي محاكمة شاناي منفصلة عن محاكمة مارتن، واللي وقتها خضع ل3 تقييمات منفصلة للصحة العقلية. والتقييم الأخير أثبت إنه لائق عقلياً للوصول للمحاكمة، وإن الفصام اللي كان بيعاني منه ملهوش أي دور في ارتكابه للجريمة. وفي الوقت ده المحكمة سلطت الضوء على إن المرض العقلي مش سبب لارتكاب الجريمة، وعلشان يكون سبب ويؤخذ في الاعتبار لازم يكون في رابط ملموس ما بين المرض العقلي والجريمة اللي حصلت. مارتن في الوقت ده حاول يدعي إنه مش فاكر تفاصيل الجريمة، وانهار فعلا لما سمع كلام والدة مايكل في المحكمة، واعترف إنه ندمان على ارتكابه للجريمة، واتحكم عليه بالسجن لمدة 35 سنة مع فرصة للإفراج المشروط بعد نص المدة. والدة مايكل ما قدرتش تشوف مارتن في المحكمة وتفضل هادية، وانهارت وقامت ضربته، وطبعا ده كان شعور تلقائي بصفتها أم. في محاكمة شاناي بقى المحكمة عينت لها طبيب نفسي وقالت قدامه إنها المفروض تحس بالذنب بسبب اللي عملته، وهي بتحاول تحس بده لكن مش قادرة، وشايفة إن اللي عملته عادي من وجهة نظرها. ورغم كلامها ده اعترفت شاناي بالذنب في جميع التهم اللي اتقدمت ضدها، وأخيراً اتعاملت شاناي على إنها مجرمة خطيرة على المجتمع، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 35 سنة بدون إمكانية الإفراج المشروط نهائياً. شاناي حالياً في السجن بتدرس علم اللاهوت وبتعلم زملائها الفن، أما مارتن فكمل تعليمه ورجع يكمل علاجه، والاتنين قرروا في سنة 2014 إن علاقتهم لازم تنتهي، وشافوا إنهم نضجوا وما بقوش مقتنعين إنهم بيحبوا بعض. وفي النهاية مارتن وشاناي اتحبسوا، لكن مايكل اتقتل على إيد